وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الناس يغفل عن أهله وعن أولاده ولا سيما في صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم، فالواجب على كل مؤمن أن يعتني بأولاده وأهل بيته في جميع الصلوات، يأمرهم ويعلمهم ويرشدهم ويؤدب من يتخلف. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على 10 وفرقوا منهم في المضاجع. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على المؤمن أن يعتني بأهله، بأولاده، زوجته، أخواته، بناته، عماله إلى غير ذلك، جميع ما في بيته عليه يعتني بهم وأن يلزمهم بالصلاة وأن يؤدب من يتخلف، لأن هذا واجب الجميع، والداخل في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. والرجل مسؤول عن أهل بيته، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في بني سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على صاحب البيت أن يتقي الله، وهكذا صاحبة البيت عليها أن تتقي الله، وعليهم التعاون فيما يلزم من جهة الصلاة وغيرها، وهكذا منعهم من جميع ما حرم.